يهلا وسهلا بالبنات البيضاوات الغزالات، يا اهل مجمع النيه والصفا والتسليم. اليوم بنت الجواد حطات الوراق وقصدت طاقتكم وجايبه لكم كشف روحاني جديد وغارق ومفصل 100%. يعني قراءة طويلة غتزلزل القلوب وتخرج الخبايا اللي مخبيها البنت البيضاء وسط صدرها ليل ونهار ما باغياش تخرجها. هاد الفال اختي ليك، ماشي بحال اي فال، هذه قراءة مخدومة على طاقة الصندوق المقفول والساروت الغايب، سر العين اللي حفرات العتبة، خبايا الرجل الاسمر اللي باكي عليك بالدموع، والابيض المقلوب اللبسه. الا كنت يا اختي تالفه وضيخه وقلبك عامر بالهم والهم، حاسه براسك واقفه في ملتقى الطرق، وقفي هنا وحلي ودنك مزيان للحق، حطي يدك على قلبك وقولي تسليم يا الميمه ويا فتاح يا رزاق. يلا البنات شعلوا تعاليق بتم وبيا رحيم وبيا فتاح باش تثبت النيه، بارطاجيو هاد اللمه والخير ان شاء الله. ونبداو على بركه الله. ومرحبا بكم في قناتنا عالم وصفات المحبة والقبول وقراءة التاروت البنت البيضاء إن شاء الله. شوفوا نيتك وطاقتك اشنو تقول. شوفوا اختفالك وظهرك اشنو غادي يكون لينا إن شاء الله. استقبلي طاقتك وقولي آمين. البنت البيضاء قلبك شلون تتكلم، البنت البيضاء قلبك شلون تتكلم. البنت البيضاء طاقتك طالعه فيها هاد الايام مغيره ومقلقه، يعني كتحسي براسك بحال الصندوق المقفول، يعني بحال دايرينك في شي بلاصه وسادين عليك، يعني بحال الصندوق المقفول والساروت الغايب، يعني مخبيه كلام وغضايد لو دويتوهم يبكيو بالسخر. يعني انتي داكشي اللي في القلب ديالك كل حكيتيه للسخر يبكي، مباغاش تبيني عيبك لحتى واحد، داتك عيانه كتافك بحال هزه فيهم جبل ديال التعب. واش هادشي كاين او لا؟ قولي لي البنت البيضاء، واش هادشي كاين او لا؟ انتي مريضه ربي اللي عالم بيك، يعني الكتاف ديالك هازين جبل ديال الحجر، ركابك فاشلين بلا مجهود. بعض المرات البنت البيضاء كتجيك خنقه وضيق، وخصوصا ما بين الوقت او في الصباح بكري كتولي باغا غير تبكي وتعزلي الوجوه، حتى بنادم ما بقيتيش تبغي تشوفي فيه الصباح باش تبغي تنوضي، كتبغي تبقاي بوحدك كتبكي ما بين الوقات، كتغيري ما بين الوقات. البنت البيضاء انتي طبعك زين وحنينه، كديري مع الناس الخير، ولكن البشر كيشمتك. كنشوف البنت البيضاء دوزتي ازمه وضيق كبير مؤخرا وخرجتي منها وبصعوبه، وتشمتي على وقتك وعلى سنوات من عمرك. غير هكاك مع الناس ما يستاهلوش نقاوتك، كاين اللي حاضيك غير على صوابك وكلامك الموزون وهيبتك وسط المجمع. واخا انتي قلبك جمره، صبري، راه جوادك البنت البيضاء روحانيين واقفين معاك، كاين فرج قريب غادي يقلب الموازين ان شاء الله لصالحك، وتخرج العلامه والنصره والشرفه تبان ان شاء الله. واش كاين هذا الشيء او ما كاينش؟
البنت البيضاء كنشوف بعض منكم معكسين، ليها وريقات، معكسين ليها فليسات، او عندها توقيف الحال. يعني تفكيرك هاد الايام البنت البيضاء كله مشتت، على قبل وريقات، على قبل فلوس، او رزيق اللي معكس، حتى كتقولي وصلت، قربت نقضي الغرض ونمضي العقد. ولكن فجأة يعني تمضي العقد تفكي من بزاف ديال الحوايج، وبعض منكم حتى تبغي توقع على العكوسات. يعني فجأة كيتوقف كل شيء، وكتراجعي البنت البيضاء من نقطة البداية، بحال الا كدوري في ساقية. الفلوس كيجيو بين يديك فرمشة عين كيطيروا في العكوسات بحال الرماد، ما كتبقى عندك بركة. يعني مدير لك حتى الفلوس ما يبقاوش في يديك، اللي شديتيها الطير. واش هادشي كاين او لا؟ يعني البنت البيضاء عندها تغيير. حتى البعض منكم البنت البيضاء اللي واقفه على طبة المخزن وباغا تزهر على شي حاجه، مازال كتسنى، وكل مره كيتعكسوا ليها بسبب تابعه. ولكن ان شاء الله كاين فرج قريب ما بين 3 الوقات. غتصبغي خويره تفرحك، يا اما تمضي ورقه في طبة المخزن، يا اما عندك قبول ان شاء الله زوين. مازال البنت البيضاء عندها ان شاء الله تغيير في العتبه ديالها، او عندها ركوب الحديد. واخا كنشوف عندك غيار خصام ما بين الناس، بين اهلك وحبابك على هاد العتبه القديمه. يعني كاين تخمام قوي في تبدال الدار، او الناس واقفين لك في تبدال العتبه ديالك. مازال غتكون عندك عتبه جديده زوينه اللي كنتي متمنياها البنت البيضاء، غتدخليها بالربح والرزق. ومازال عندك طاقه زوينه، طاقه اعلام فرح وفرحه، وطاقه شراء حاجه جديده، ركوب الحديد او سياره، او حاجه ثقيله غتيسر لك، غديريها وغتفاجئ هاد الغمه ان شاء الله. غادي نشوفوا اختي ضربتك الثانيه ان شاء الله. استقبلي طاقتك البنت البيضاء. فالك اليوم فال زوين، فيه التغيير، فيه داكشي اللي تمنيتي ان شاء الله. استقبلي طاقتك وقولي امين ان شاء الله. طاقتك مفتوحه على الخير والرزق ان شاء الله. اقلبك توجهك الله، اقلبك توجهك الله. البنت البيضاء قلبك على الرجل السمر ولا الحنطي. طلع لي فالك راجل سمر ولا حنطي عنده شامه او علامه في الجسد ديالو. هذا الشخص بينك وبينه دابا الغيار ونفور ونظرات غير مباشره، او تلميحات اكثر من كلام صريح. يعني هاد الانسان البنت البيضاء قلب وعطاك بالظهر. هانت طاقتك، مبقاش كيشوف فيك، مغير عليك ومقلق ما بين 7 اوقات. يعني هاد الانسان كانت بينك وبينه هضره، عطاك ظهره، ولكن دابا عقله تالف ولا يجري وراك. شتي ولا يجري وراك وباغيك، كيتشوى عليك، نازل عليك بالندم، سهران كيفكر فيك. كاين اعتذار واتصال وصلح قريب ان شاء الله، غيفرح قلبك. واخا دابا كنشوف نقاشات بزاف ما بانش لك الحل. البنت البيضاء كاين اعتذار وصلح من هذا الانسان قريب، غيفرح قلبك. واخا دابا النقاشات كثرت وما بانش الحل، ولكن ردي بالك من طاقه سحر التفريق.
كاين بعد للبعض منكم في علاقتها ما بينها وبين الشريك، بعد وبرود. الا كاين دابا البرود بسبب الطرف الثالث او سوء تفاهم، يعني كاين نقيل في الهضره بسبب القيل والكال بينك وبين واحد الانسان، دخل شي حد بالسم ونقيل الهضره ويخسر بيناتكم البعض منكم. ولكن ان شاء الله هذاك السحر غينقلب على الساحر، وحق غادي يجي لعندك البنت البيضاء. انت جوادك واعرين، يقلبوا داكشي او يقلبوا الطابله عندك اللي دايرين لك هذا الشيء. كنشوف حتى البعض منكم البنات البيضاوات اللي كتشوف الراجل الابيض مقلوب اللهجه، ومنكم اللي عندها كلام او علاقه عاطفيه جديده مع الراجل الابيض مقلوب اللهجه او مقلوب اللبسه اللي ما كيدويش بهضرتها. هاد السيد باغيك في الحلال والسر وناوي معاك الزواج وسفر للخارج او البلاد البعيده، او هو في البلاد البعيده، واخا طريق شويه بيناتكم بعيده، ولكن مازال غتكون بينك وبين هذا الانسان للبعض منكم فرحه وخطوبه مكتوبه ان شاء الله، رغم اختلاف الهضره او الكلام بينك وبين هذا الانسان. يمكن اجنبي، يمكن غير البلد ديالك، المهم ما كيهضرش بحال هضرتنا. يعني هاد السيد مازال غادي يجي وغيدق الباب ديالك، مازال عندك البنت البيضاء فرحه في العتبه ولما ان شاء الله عندك فرحه والعتبه. ولكن البعض منكم البنات البيضاوات اللي عندها قله الزهر وعندها قله الراحه والناس تابعينها، تحاول دير كموسه فيها شويه الملح او شويه ام الناس وتبقى تهزها معاها. ام الناس زوينه تحيد على العين، شويه العراره ام الناس ديرهم في البسطام ديالها وتهزهم معاها، راهم زوينين كيحيدوا العين والعكوسات. ومازال ربي يعوضك ان شاء الله بداك الشيء اللي تمنيتي، البنت البيضاء ان شاء الله. كنشوف البنات البيضاوات اللي عندها طريق بعيده وزياره، كنشوف كتفكري في طريق بعيده وطويله قطيع البحر، والعكوسات غتحل وربي غيجيب لك السهله وطالع عليك زياره وصدقه او شي حاجه ان شاء الله في طريقك فيها خير. وقفي صواب جوادك، راهم اللي واقفين معاك. ولكن بعض المرات البنت البيضاء جوادها كيقلبوها وكيزمتوها ولكن ما كيدوزوهاش. نصيحتي ليك البنت البيضاء، جمعي سرك، سدي بابك، ما تبقيش تعاودي خباياك اللي يسوى واللي ما يسواش، حيت تابع قتلاتك والعين حاضيك في كاع الخطاوي باش تفكي سحر الرباط وتقاف الارحام للبعض منكم. ديري شويه العرعار او اوراق الصدر والملح العيه كل صباح، فوسخي بيهم دارك او غسلي بيهم يديك قبل ما تخرجي من عتبتك، وقولي هاد الدعاء كيما عطيتو البنت الحنطيه نعطيه لك حتى البنت البيضاء. قولي اللهم اني ادرك بك في نحورهم واعوذ بك من شرورهم واجعل بيني وبينهم سترا من نورك لا يخترق. قولي اللهم اني ادرك بك في نحورهم اعوذ بك في اللهم اني ادري بك في نحورهم واعوذ بك من شرورهم واجعل بيني وبينهم سترا من نورك لا يخترق. وغادي تشوفي العجب، وشك غينور والرزق غيتيسر، والعديانه البنت البيضاء غادي يبقاو يشوفوا فيك، غتكوي ليهم القلب بنصرتك وفرحك القريب ان شاء الله. البنت البيضاء هاد الكشف ليك نطق بالحق، وفي الرزق كاع عكوسات والوجوه الغداره، واخا كلشي ضدك انت يا بنت الجواد برزاقه ومحيطه بستر الله. ما تخافيش، ربي كبير وغادي يفتح ليك باب الفرج من عنده، ربي كبير
والامور غترجع ميسره وتفرحي وتفاجئ عليك ان شاء الله. هاد الغمه الكحله غترجع ان شاء الله بثقه لقلبك. اذا حسيتوا البنات البيضاوات بهذا الفعل قاس قلوبكم وشافنا بكم كما العاده، ما تبخلوش بلايك، خليو تعليق مفيد بيا رب وتم ويفتح باش تثبت النيه وتعم البركه. بارطاجيو هذا الفيديو مع الحباب في كاع المجموعات، خليتكم في امان الله وحفظه والتسليم يا بنات الجواد، وامين. كتبوا لي تم او يفتح واستقبلوا طاقتكم ونيتكم الزوينه ان شاء الله. هذا هو فعلكم اليوم البنات البيضاوات. اي سؤال البنات مرحبا والف مرحبا عبر الصبر شاط، لا نتوافر حاليا على اي رقم هاتف كيتحط في التعليق او على اي واتساب. اللي بغات شي سؤال مرحبا بكم هنا في القناه ديالي كنجاوبكم. ومرحبا والف مرحبا. بالنسبه للناس اللي بغات دير توسيخه زوينه، رشه العتبه او العكوسات اللي عندها في البيت ديالها، عندك عكوسات غادي تجيبي او اي حاجه كتحسي بدارك فيها الطاقه السلبيه او النحس، جيبي كف مريم، غتجيبي مع العطار وغتجيبي حنه تخلطيها شويه الحنه اللي مدقوقه باليد، ماشي الحنه اللي كتباع ديال الكرتونه، لا اللي مدقوقه باليد خضره تكون جديده، وغتخلطيها بشويه الماء زهر ميها سخونه، وغادي تشدي ديك كف مريم وتحاني لها الراس ديالها، وغتشديها وغادي تلويها بشي زيف بيض، وغتخزنيها عندك في وسط البلاكار، في وسط حويجاتك او في وسط اي بلاصه في الدار عندك، زوينه كتسحب كاع الطاقات السلبيه اللي عندك في البيت وكتجلب طاقه زوينه للبيت ديالك. هذا هو فعلكم البنات اليوم، تستقبلوه بنيه وبسلامه عليكم. مرحبا بكم في قناتكم على اليوتيوب عالم وصفات المحبه والقبول وقراءه التاروت.